صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جيت لكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. انزلوا حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبتدي الفيديو. فيديو النهارده يا جماعه فيديو، بصوا كلكم طلبتوا مني، فعايزه اقول لكم بجد انا مبسوطه جدا جدا وانا بصور الفيديو ده. فيا ريت كده تقولوا لي كده مبروك كده من قلبكم. انا يا جماعه النهارده هبدا ان انا الم العفش علشان هنعزل ونروح بيتنا الجديد. اول حاجه كده صحيت من النوم، عملت كوبايه ايس كوفي وديت مهند وكنزي الحضانه. فقلت علشان خاطر ان انا افوق بقى وانا هبدا الروتين ده معاكم، فكنت عايزه اشرب حاجه كده ايه تفوقني. عملت كوبايه ايس كوفي كده بصوص الكراميل. ايه رأيكم بقى؟ بس انا مش بحب اصلا احط عليها تلج، سواء في الصيف او سواء في الجو دلوقتي. كان عندي لبن جهينة، بحب اعملها قوي بلبن جهينة، بلبن المراعي او لبن جهينة. ده كان شكلها بقى بعد ما خلصت، فعايزه اقول لكم كانت حلوه جدا. وكان عندي حاجه حلوه كده اكلتها، كيكه بالفراوله وكيكه بالشوكولاته. فايه كلتها كده ايه مع الايس كوفي، وكنت بصوا كان انتعاش الانتعاش وروقان الروقان. خلصت بقى كده الايس كوفي، وبعد كده هبدأ بقى الروتين معاكم. اول حاجة كده دخلت اوضه النوم علشان افضي الدواليب. عايزه اقول لكم العزال ده يا جماعه صعب جدا، بس على قد ما هو صعب فربنا يا رب يجعله كده عتبة خير علينا وبيت جديد فيه خير لينا كده يا رب، اللهم امين. دخلت بقى كده بدأت ان انا افضي الدواليب. عندي بقى الشنطة دي بتاعة السفر، وكمان هشتري اللي هي الشنط اشتريت اللي هي الشنط اللي هي البلاستيك اللي هي المشمع، علشان الم فيها لان الحاجة كتيرة جدا. فالحاجة دي مش هتكفي طبعا، انا ما عنديش غير شنطة واحدة، ومحمود برضو معاه شنطة، فيعتبر شنطتين بس. فدول مش هيقضوا حاجة طبعا، اللبس الشتوي مع اللبس الخروج مع اللبس البيتي. عايز اقول لكم كمية هدوم طبعا كتيرة جدا، فمش هيقضوا اي حاجة. لميت بقى كده الحاجات اللي على التسريحة وقلت احطها كده في قلب الشنطة، علشان خاطر ايه ما فيش حاجة فيها تتكسر، سواء البرفان او سواء الميك اب او سواء اي حاجة، كلها يعتبر ازاز يعني. فقلت احطها كده في قلب الشنطة بحيث ان هي تكون ايه سليمة وتبقى تمام يعني. حطيتها كده وبدأت ان انا ايه اقفل، وخلاص كده الشنطة خدت الحاجات اللي هي تقدر انها تاخدها، مع اني والله كبستها كبسة ما اقولكوش. كل الشنط بتاعه الهدوم اللي هي الفوط الملايات الهدوم عامة، عايزه اقولكوا ترستها ترس فظيع. إيه، خدت كام شنطة بقى؟ حط شنطة السفر دي وشنطة سفر تانية كانت بتاعت محمود تقريبا بنفس المقاس او اصغر حاجة بسيطة، وخدت حوالي 5 شنط من اللي هي البلاستيك المشمع. تمام، دول انا يدوب بس فضيت فيهم الهدوم واللي هي الفوط والملايات والحاجات دي. وعايز اقول لكم كمان في حاجات انا سبتها قفلت عليها. كان عندي اللي هي مش عارفة اسمه ايه، السحارة بتاعت السرير، البف ده تقريبا اللي هو بيكون قدام السرير ده. كان عندي فيه هدوم وكان عندي فيه ملايات وحاجات كده. عايزه اقول لكم انا لزقته باللزق اللي هو السولوتيب الشفاف ده، وما طلعتش منه حاجه يعني. هو كان تقيل وكان فيه هدوم وحاجات كتير. وكمان التسريحه كان عندي فيها الادراج كان فيها هدوم، وكمان الضرفه كان فيها هدوم يعني وحاجات كده برضو. ده قفلته وما يعني ما طلعتوش. واستخدمت 5 شنط من المشمع دي الكبيرة، والشنطتين اللي هم بتوع السفر. فعايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله يعني انا استخدمت كميه كتير قوي. كمان انا عندي رفايع والله يا جماعه، كل ما بصفي الحاجات اللي عندي الاقي نفسي طلعت حاجات تانية زياده، طلعت حاجات تانية. هو الحاجات دي بتيجي منين انا مش عارفه. رفايع انا بلاقي نفسي ان انا مش بستخدمها حاجات كتير. آه يعني انا بكون شارياها واستخدمتها فتره معينه وبعد كده خلاص كده شكرا. فطبعا انا بكتشف الكلام ده لما باجي اعزل من مكان لمكان، او اكون بعمل تنظيف عميق مثلا تحت السراير او في المكان عموما. فبخرج والله العظيم بخرج حاجات كتير قوي، بس للاسف انا مش عارفه. تحسوا كان عندي كميه رفايع انا
عايزه اقول لكم انا لزقت وبسترت كميه كراتين ما تتخيلوهاش. ده غير الرفايع اللي انا طلعتها لقيت نفسي مش عايزاها فسبتها يعني قدام باب الشقه وسبتها في الشقه اصلا، وحاجات تانية اديتها لبابا وحاجات تانية بعتها. يعني بص انتوا متخيلين انا طلعت حاجات قد ايه، وكل ده والرفايع برضو عايز اقول لكم كانت كتيره جدا 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 عندي، مش عارفه بتيجي منين. زي ما انتوا شفتوا كده انا خلاص تقريبا فضيت الدولاب هنا. بصوا فضيت الجنب ده كله، وكان الجنب التاني كنت بفضي فيه برضو. فايه عايزه اقول لكم انا يا دوب بدات كده، وكان الموضوع كمان صعب بالنسبه لي. فكره اصلا انك انت تنقلي من مكان لمكان اصلا الموضوع صعب قوي، فربنا يعيننا وربنا يعين اي حد بينقل او يعزل. الموضوع بيكون مش سهل خالص، سواء في انك انت تلمي او سواء ان انت تفرشي المكان الجديد. فادعولي كده ربنا يقويني ويعيني. هنا بدأت بقى ان انا اشيل السجاد من الارض. انا مش هصور لكم كل حاجة ومش هصور لكم كل التفاصيل، بس هقول لكم انا حصل معايا ايه. انا خدت 3 ايام الم في الشقة، خدت خميس وجمعة وسبت. تمام. انا نقلت يوم الاحد، انا قعدت 3 ايام يا جماعة الم في الشقة والله العظيم، يعني اتعذبت حرفيا ومش عارفة كنت ألم منين ولا منين، وتحسوا ان الحاجة مش راضية تتلم. افك الستاير واعمل السجاد والم الهدوم والم الحاجات اللي في المطبخ والمواعين والخزين اللي هو بتاع البيت يعني عايزة اقول لكم خدت كمية كبيرة جدا ووقت طويل جدا في ان انا الم. كمان مهند وكنزي كانوا كمان بيساعدوني، بس كل ده برضو ما يمنعش ان الواحد يعني بصراحة انا مش عارفة ايه ده بجد. يعني الموضوع صعب بجد جدا جدا جدا. لميت كده السجاد زي ما انتوا شايفين، قعدت الزقه كده من فوق لتحت بحيث ان هو ايه يبقى ماسك نفسه يعني، وتبقى الدنيا تمام بحيث ان هو ايه يبقى سهل في النزول وسهل في الطلوع. كمان انا مش ساكنة في برج، انا ساكنة في شارع جانبي في عمارة. فطبعا يعني الناس اللي هتشيل عمال مش هنزل الحاجة بتاعتي بونش، فلازم الحاجة تكون محكمة كويس جدا بحيث ان هما كمان يعرفوا يشيلوها زي ما انتوا شايفين كده. المهم قعدت الزق بقى، فانا هجيب لكم كده جزء من التفاصيل في ان انا لميت يعني وكده، وبعدين هصور لكم الشقة بعد ما فضيت خالص وانا ماشية منها. عايزه اقول لكم بجد يعني الشقة دي انا قعدت فيها فترة حوالي 1.5 سنة تقريبا. عديتهم بقى بحلوهم بمرهم كده يعني. بس الصراحة هي بالنسبة لي ما كانتش احسن حاجة، وانا كنت واخداها فترة مؤقتة علشان خاطر الظروف اللي انا كنت بمر بيها. فما كانش ينفع ان انا اخد شقة احسن من كده ولا في مكان احسن من كده، لان انتوا شايفين ان الدنيا غالية والايجارات ما شاء الله يعني. فالواحد كان بيبقى ماشي على قده يعني. فكانت دي اكتر حاجة كانت مناسبة ليا في الوقت اللي انا خدتها فيه. وكمان عقد الشقة كان ب2 سنين، انا ما كملتش اصلا ال2 سنين وقلت خلاص كده انا الحمد لله لحد هنا ومش هكمل تاني. ده شكل الشقة يا جماعة بعد ما فضيت. انا خدت الحاجة بتاعتي كلها الحمد لله، وفي حاجات سبتها الصراحة في الشقة، وفي حاجات كمان رميتها، وفي حاجات اديتها لبابا كده يعني. هنا دي كانت اوضة الاطفال زي ما انتوا شايفين. هي طبعا حالة الشقة مش احسن حاجة. ده الشقة دي يا جماعة كده بعد التوضيب. انا عايزة اقول لكم الشقة دي انا صرفت عليها وكمان وضبطها وعملت فيها حاجات كتير. ده كان فيديو النهاردة، عايزاكم تحطولي لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. وانتظرونا في الفيديوهات اللي جاية في الشقة الجديدة.